حاجة 17 خالص. ايه نهاية المسلسل دي بقى؟ ما هو لو ده المقصود يبقى في حاجات غريبة في دماغهم. النهاية كانت غريبة شوية وغير متوقعة وحاجة 13 خالص. ده حاجة 13 خالص. كلنا شفنا عمر افندي او علي في المستقبل اللي هو الزمن اللي هو كان فيه اصلا الحاضر بتاعه، ولنفترض ان هو كان 2024 لما سافر للزمن القديم اللي هو كان المفروض سنة 1943. وتعالى ما نركزش قوي في السنة على قد ما هنركز في الشهر اللي هو شهر مايو، كان يوم 19 مايو، فده شهر 5. بعدها ب6 شهور اللي هي الفترة تقريبا اللي هو قعدها هناك في الزمن القديم اللي هو سنة 1943. وركز معايا كويس قوي في التواريخ دي، يعني هو قعد لحد شهر 11 43 خلال ال6 شهور دول اللي هو قعدهم من شهر مايو لشهر 11. وبعد كده حصل المشاكل اللي حصلت معاه وبدأت حياته تتكشف وبدأوا يعرفوا ان هو جاي من المستقبل وكل حاجة اتعرفت عنه. فبعدها المفروض ان هو برضه رجع لزمنه العادي اللي هو كان في شهر 11 اللي هو في نفس الشهر زي ما هو كان في شهر 5 2024، وبرضه راح في شهر 5 1943 وفضل قاعد ال6 شهور دول هناك لحد 1943. بس شهر 11 رجع تاني لزمنه في شهر 11 2024، وقالوا ساعتها في المسلسل ان هو قعد 6 شهور. وبعد 6 شهور هفوا الشوق تاني ان هو يطمن على الناس اللي كان اتعرف عليهم في 43. فالراجل مشي في السرداب عادي جدا زي كل مره وراح ولقاهم مش عارفينه تماما. حتى احنا لاحظنا في المشهد ده ان كلهم بيجروا وهو بيجري وراهم وهو متوقع ان هم عارفينه بس هم ما كانوش عارفينه، وبالصدفه اكتشف ان هو كان سنه قبلها. طبعا في الميعاد اللي هو رجع فيه لزمن 43 تاني المفروض ان هو بعد ما قعد في 2024 6 شهور، يعني وصل لمرحلة ان هو بقى في شهر 5 او شهر مايو 2025، لان هو رجع في شهر 11 اول مرة. لما راح تاني مرة لزمن 43 كان في شهر 5، المفروض ان هو عدى 6 شهور تاني في زمنه الحاضر. بس بالصدفة بنكتشف بدل ما يرجع في شهر 5 1943 رجع في شهر 5 1942، يعني قبلها بسنة. فبالتالي لما عدى عليه سنة في زمنه الحالي اللي هو 2024 كان في الزمن القديم رجع سنة لورا. وده لو مقصود من صناع المسلسل هيبقى مقصود ان كل سنة بنعديها في الزمن الحالي اللي هو اللي احنا فيه دلوقتي بيعدي عليه في الزمن القديم سنة بس لورا مش لقدام، يعني الزمن القديم بيمشي لورا. والفكرة دي لو هي فكرة مقصودة من صناع المسلسل فهي هتبقى فكرة عبقرية جدا. اما لو هي مش مقصودة وجت كده بالصدفة فحل الموضوع ده انه يبقى فيه جزء تاني من المسلسل علشان يتفهم المقصود من الحتة دي بالذات. ويا ريت صناع المسلسل يوضحوا انه ده كان مقصود لانها هتفرق جدا في الحبكة الدرامية بتاعة المسلسل. مسلسل عمر افندي كان حلو جدا وجامد من ناحية الإضاءة، التصوير، الإخراج كتوتال كان حلو جدا. وبعض أداء الممثلين مش كلهم لأنه في أداء ممثلين كان أقل من الطبيعي، لكن بعض أداء الممثلين التانيين زي آية سماحة ومصطفى بوسرية كانوا عاليين جدا. ومساحة دور أحمد سلطان كانت محتاجة تكبر أكتر من كده لأنها كانت هتفرق جدا في صحوبيته في الزمن الجديد. وطبعا أحمد حاتم حبيبي ومفيش غبار عليه، بس كان محتاج من شوية تطوير لأدائه في الحتة دي بالذات. لو صناع المسلسل عملوا جزء تاني من المسلسل ده هيلاقوا اقبال شديد جدا، لان الجزء الاولاني فعلا الناس حباه جدا وحابه فكره ان انا ارجع بالزمن لورا واشوف حاجات جديده. لانه فكره حتى مسلسل دارك ماتر من ناحيه العوالم الموازيه خدت اقبال شديد جدا وناس كتير حبتها. وطبعا فاصل من اللحظات اللذيذه كان بيتكلم برضو على فكره العالم الموازي، لكن فكره السفر عبر الزمن نجحت جدا مع الناس والناس تقبلت فكره مسلسل عمر افندي بطريقه حلوه جدا. تقريبا مسلسل عمر افندي من انجح المسلسلات والناس بدات تقارنه بالبيت بيتي عشان يشوفوا ايه الاحسن ما بينهم، وفعلا المسلسل اكتسح شعبيا. مستنيين الجزء الثاني من صناع المسلسل ومستنيين ان هم يفهمونا اكتر النهايه، ولو ده المقصود من النهايه فشابوه ليهم وشابوه لكل صناع المسلسل، وبرضه هنستنى الجزء الثاني.